اللي يلبس بنطلون مقطع ما عادش يجي لي، بنت تجي لي بصابع روش ما عادش تدخل. اي بنوته على السوله كده يا جماعه هتجي لي برقبتها باينه ما عادتش تيجي خالص الدرس. اي واحده هتجي لي بمكياج وملخبطه لي وشها تنسى القلم وتجيب صابع الروج ما عادتش تجي لي، الموضه اللي ماشيه دي ما عادتش تجي لي. البنات اللي مطلعين نص شعرهم من الطرحه الله الغني ما عادوش تجوا لي. اي ولد هيجي لي ببنطلون قطنج متقطع ما عادش يجي لي. اي حلقه مش كويسه انا مش هنبه عليها ولا هضرب، هقول لك اطلع بره ما عادش تجي لي. يقعد قدام مني ناس محترمه ولاد ناس محترمه عاوزين يتعلموا يا ما عادوش يجوا لي خالص والله الغني عنهم. عاوزين نتعلم، عاوزين نعلم، عاوزين نخرج ناس عاوزه تتعلم، عاوزين نخرج ناس نظيفه، عاوزين نظبط حالنا ونظبط تعليمنا. يا رب كل مدرسين الدنيا تعمل فيك كده. خليك بره ما تخشش تقعد مع الناس اللي عاوزه تتعلم، ده الصح. العيال دي لازم تفوق والجيل ده لازم يفوق. حلقات زباله واقف بره والله بكسف اسلم عليكم. ازاي اسلم عليك بشعرك ده؟ ازاي اسلم عليك بالخطوط اللي انت عاملها في عواجبك دي؟ ازاي مش حاسس انك شبه فئه معينه طلعت في الافلام زمان وبقت معروفه ان الشكل ده شكل الصيع؟ لا عليك الشكل ده خدته ليك عجبك بجد. انت راجل مفيش منك اتنين، وفعلا تسلم البطن اللي جابتك. ربنا يبارك في والدك في والدتك يا رب العالمين. انسان محترم وعنده التربيه قبل التعليم. هي اسمها وزاره التربيه والتعليم مش التعليم والتربيه. فكل مدرس بيربي وبيعلم اولاد دول في رقبتك، انت مش بتديهم ماده علميه وخلاص. لا، شفت حد بيعمل حاجه غلط، شفت حد بيشتم، شفت واحده لبس مش كويس، واحده حاطه مكياج، واحد لابس لبس مقطع، واحد عامل حلقه ما ترضيش ربنا، انت لازم تقول له ده غلط، ده ما ينفعش، لان البيت بيبني وانت برضو لازم تبني. بقول لكل اب حط في بطنك بطيخه صيفي وما تخافش على اولادك لو ولادك عند مدرس زي دوت، لان في مدرسين ما بيتقوش الله عز وجل في شغلهم. والله تلاقي بعضهم بيهزر مع البنات ويضحك معاها، وايه الجميل ده يا ابني، وايه المنظر حلو، وايه البنطلون الشيك، ايه يا ابني انت فين؟ انت بتعاكس واحده قد بناتك بتعاكسها وانت هتتجوزها؟ دي جايه تتعلم عندك مش جايه تتجوزك. تيجي تبقى انت ماشي في الشارع تشوف واحده طالعه ولا حاجه تقول ايه دي خرجت ازاي من بيت راجل؟ دي ابوها اكيد مش راجل ولا اخوها راجل. ولاد دول هتتسال عنهم واحد واحد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع على اسرته، والمدرس والمدرسه رعاه على هذه الاولاد. وراجل المدرس المحترم ده ولا ضرب ولا شتم ولا هزق، وانما ما حدش يدخل لي بالوضع ده. طب ما انت بتروح نادي يقول لك من شروط دخول النادي ما تخشش باللبس ده، ممنوع اصطحاب الكلاب، ممنوع دخول الاطفال، وانت بتقول امين وتلتزم. مش معنى هنا مفيش تعنت وبتلتزم بالقوانين. نفس الكلام هو حاطط شروط عنده، ممنوع حد يجي لي الدرس بالمنظر القذر دوت. مفيش بنت تبقى فاتحه لي صدرها كده وعامله كده اهوت وفاتحه لي صدرها ومبينه لي مش عارف رقبه إيه. ليه انت رايحه تتعكسي؟ وانت يا عم الراجل اللي اسمك ابوها خليك راجل، خليك راجل وحجب بنتك صح. بنتك ما تخرجش ورقبتها مكشوفه، يعني حجاب يا ام حجاب، وده حجاب. وابنك ما يطلعش يلبس بناطيل مقطعه. هو هيصلي ازاي؟ انا عاوز افهم. لما يجي وقت صلاه هيبدا كده الفخده ديت فيها تقطيع في البنطلون، هيصلي ازاي؟ ده منظر اصلا النبي عليه الصلاه والسلام لو ماشي كده وشاف الحلقه القذره ديت كابوريا ونيله وخطوط هنا وخطوط في الحاجب هيبقى مرضي وشايف ان دي من امته. التربيه الاولى من البيت ثم المدرس والمدرسه. ما ينفعش يا راجل يا محترم تبقى عندك بنت على وش جواز او في اعداديه او ثانويه وتخرج لابسه قصير، تخرج لابسه ضيق، تخرج وهي سايبه رقبتها وشعرها مكشوف ومطلعه لي قصه. وحضرتك فين ده كله؟ هتتحاسب والله العظيم قدام ربنا يوم القيامه. بس الكلام ده على البنات عشان هتقول انت راجل عنصري بتكلم البنات وسايب الولاد. الكلام ده برضو للولاد والشباب. ما ينفعش ابنك رايح الدرس وجاي من الدرس وانت ما بتسالوش رايح فين وجاي منين. ما يمكن رايح يصيع، يمكن ياخد الفلوس من وراك عشان يشرب بيها سجاير. ما انت لازم تخلي بالك منه. انت بتشرب سجاير؟ تعالى يا ابني هنا عشان ريحه بقك عامله ازاي. لو شاكك في امر تعالى وريني موبايلك بيكلم مين، بيعاكس مين، مصاحب مين. ما يمكن مصاحب بنت الجيران وبيروح يقابلها بدعوه ان هو رايح الدرس. يا اخوانا فوقوا لعيالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه. يعني اي واحد ربنا ولا مسؤوليه في مدرسه، في محافظه، في وزاره، في بيت، في زوجه، زوج، اي مسؤوليه، ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت، اول ما يموت العبد ده وهو غاش لرعيته، مضيع عياله، مضيع التلاميذ اللي عنده، ما بيقولش حرام ولا حلال، ما تفرقش معاه الاخلاق بقى، المهم ياكل ويشرب وخلاص. فهو مضيع المسؤوليه بتاعته تماما، مضيع الرعايه بتاعته تماما، إلا حرم الله عليه الجنة. شفت انت ممكن تحرم الجنه بايه؟ بانك انت ما بتعرفش تربي عيالك، مربيهم على قله الادب، سايبهم اصلا ومش مربيهم. مش قد الجواز ما تتجوزش، مش قد الخلفه ما تخلفش، لكن تخلف وترمي عيال. ولما يجي دكتور او مدرس في مدرسه او في جامعه ينصحهم يقول لهم ده ما ينفعش وما فيش بنت تخش لي كده ولا ولد يخش كده، تروح تنكر عليه وتقول له انت ازاي تمنع بنتي وازاي تمنع ابني؟ ما هو مش شايف ذكر في البيت راجل بمعنى الرجوله يعرف يحجب بنته ويعرف يعلم ابنه الصلاه ويعرف يعلمهم ان ده حرام وده غلط ودي قله ادب. هو مش
مش شايف كده، شايف في تقصير في البيت، فقال بقى لما اعلم بس يا بنت اللي انت عاوزاه والمحزق والمزق خليكي كده تحلوي وتتجوزي ونخلص منك. لا يا حبيبي، ما عند الله لا ينال بمعصيته وانما ينال بطاعته. اللي هيجي يتقدم لبنتك يا حبيب قلبي هيجي يتقدم عشان هي محترمه متدينه ملتزمه، لكن لو على الشمال ما هم ماليين في الشوارع، يروح لاي واحده ليله وليلتين. لا، عشان عاوز يبني بيت ويكون بيت وينشئ بيت، عنده زوجه محترمه هتخلف عيال محترمين. بيقولوا في المثل اقلب القدر على فمها هتطلع البت لامها، فلو جبت امها مش كويسه هتطلع البت مش كويسه. خليك راجل وتابع بنتك وتابع ابنك وهم خارجين، رايحين درس جايين من الدرس، رايحين مدرسه جايين من المدرسه، بتصاحب مين بتكلم مين، سهرانه لحد دلوقتي ليه، بتذاكر ايه ما بتذاكرش ايه، صليتي يا ابني ولا ما صليتش، قراتي قران يا بنتي ولا لا، قلت اذكار الصباح والمساء ولا لا. لازم انت ومراتك انتوا الاتنين مسؤولين عن هذه الاسره. فوالله العظيم لن ينصلح شأن هذا المجتمع وشأن هذه الامه الا اذا انصلح شأن ابنائنا. عاوزكم بقى زي الشطار كده توصلوا الكلمتين دول لغيركم، عشان يمكن الراجل يبقى راجل ويخلي عياله من بناته ومن ابنائه لما يسمع فيديو زي دوت. انا بعمل كل يوم فيديو بس مباشر بعد صلاه الفجر في تفسير القران الكريم على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيس، لازم تحضروا هتستفاد جدا. واول تعليق تحت الفيديو مهم جدا هيفيدك، لو انت نزلت البرنامج ده عندك هيفيد اي مسلم. هتفضل كده قاعد ساكت تتفرج عليا ما بتصلي على سيدك النبي؟ يا عم صلي على النبي عليه الصلاه والسلام.